بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر الله بفضله أن أتاح لي إنجاز هذا البحث، فلله الحمد حمدا كثيرا. واسمحوا لي في البداية بأن أتقدم بجزيل الشكر لجامعة الشام وكلية العلوم السياسية بعمادتها وكادرها التدريسي التي أتاحت لنا فرصة استكمال التعليم في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها سوريا الحبيبة. كما أود أن أتقدم بالكثير من الشكر والمحبة للدكتور عبادة التامر الذي أشرف على هذا البحث والذي أتاح لي إنجازه بصورته الراهنة، ولم يدخر جهدا في مساعدتي، فكان لي الأخ والمرشد في كل الأوقات. كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأساتذة الأفاضل الدكتور عز الدين قدور والبروفيسور محمد رشيد اللذين تفضلا علي بقبول مناقشة هذه الرسالة، فلهم مني كل الشكر والتقدير. وكذلك اسمحوا لي بأن أشكر الثورة السورية التي أتاحت لنا دراسة هذا الفرع بكل حرية واستقلال بعيداً عن القيود والمراقبة. وبين يدي اللجنة الكريمة أتقدم في هذا اليوم المبارك بمناقشة رسالة بحثي الموسومة بعنوان أثر استخدام الفضاء السبراني على مفهوم قوة الدولة في العلاقات الدولية، دراسة حالة إيران وروسيا أنموذجاً، حيث تتجلى أهمية هذه الرسالة في تناولها لموضوع أثر استخدام الفضاء السبراني ودوره في التأثير على مفهوم القوة في العلاقات الدولية، وفي كونها أيضا تبحث في العلاقة بين التطور التكنولوجي السبراني والتغيير في شكل القوة على المستوى الدولي، والتعرف على الخصائص التي يضيفها الفضاء السبراني على قوة كل من روسيا وإيران، حيث انطلق البحث من تساؤل رئيسي حمل عنوان: ما هو الأثر الذي تركه استخدام الفضاء السبراني على قوة الدولة في حالتي روسيا وإيران؟ وقد تناولت دراسة هذا الموضوع في 3 فصول رئيسية. ففي الفصل الأول تم مناقشة مفهوم القوة بتأصيلها التاريخي، واستعرضت أبرز مفاهيم القوة وتعريفات المفكرين لها، وأيضا مصادر القوة ومراحل تطورها وصولا إلى أنواعها الجديدة التي تلت القوة الصلبة بمفهومها العسكري والاقتصادي، مرورا بالقوة الناعمة التي ترتكز على العامل الدبلوماسي وفكرة الجاذبية والإقناع، ثم القوة الذكية التي هي مزيج بين القوة الصلبة والقوة الناعمة. كذلك تم استعراض مراحل نشوء الفضاء السبراني ومفهوم هذا الفضاء وأبرز تعاريفه وخصائصه، وكيف وظفت الدول هذا الميدان الجديد ضمن حساباتها الاستراتيجية والأمنية. وتم مناقشة العلاقة التفاعلية بين الفضاء السبراني وقوة الدولة، وكيف استخدمت الدول هذا الفضاء لاعتبارات الأمن والقوة والتأثير والتأثر بين الفضاء السبراني والقوة، وكيف خلق هذا الفضاء واقعاً جديداً في العلاقات الدولية على مستوى السياسات والممارسات من خلال عمليات التجسس والاختراق والقرصنة وسرقة المعلومات وتوظيفه أيضاً في كافة المجالات. طبعاً من خلال مناقشة الفصل الأول تبين لنا بأن القوة هي مفهوم حركي ديناميكي غير ثابت ويتطور باستمرار، ودائما ما تضيف هذه التطورات عناصر جديدة لدى الدول بفعل التصورات الفكرية للمنظرين من جهة، والتطور العلمي والتكنولوجي المتسارع من جهة أخرى، حيث شهدت القوة مراحل عديدة من التطور من مفهومها التقليدي القائم على العناصر المادية فقط إلى مفاهيم جديدة ترتكز على ما قدمته التكنولوجيا الحديثة من أدوات وعناصر. طبعا أهم هذه العناصر هو الفضاء السبراني الذي أنتج بدوره القوة السبرانية. وجميع تلك العناصر المادية وغير المادية تلعب دورا أساسيا في تحديد قوة الدولة من ضعفها ومدى قدرتها على التأثير في سلوك الآخرين
وفي السياسات الإقليمية والدولية. أما في الفصل الثاني والمعنون بدور العامل السبراني في تحولات القوة الروسية والإيرانية من القوة المادية إلى مزيج القوة، قام الباحث باستعراض أهم جوانب القوة المادية الروسية ما قبل استخدام الفضاء السبراني، حيث استعرض المقاوم الجيوستراتيجي الذي تحظى به روسيا كعامل جيوسياسي مهم على الخارطة العالمية، وأيضا قوتها الاقتصادية وما تمتلكه روسيا من ثروات باطنية وإنتاج لهذه الثروات واحتياطيات الطاقة وقطاع الزراعة وناتجها المحلي والإجمالي وتجارة الأسلحة، معززا ذلك بالإحصائيات والأرقام. وتم التطرق لجوانب القوة العسكرية الروسية الممثلة بالجيش الروسي وما يمتلكه من عدد وعدة وعتاد وهيكلية هذا الجيش وميزانية الدفاع، واستعرض بالأرقام ما يمتلكه الجيش الروسي من مختلف أنواع الأسلحة، إضافة لعقيدة روسيا العسكرية وقواعدها المنتشرة حول العالم. وكذلك تم مناقشة جوانب القوة الدبلوماسية الروسية وكيف وظفت روسيا قوتها الناعمة والدبلوماسية في سبيل تحقيق مصالحها وأهدافها. ثم قام الباحث باستعراض القوة الروسية ما بعد استخدام الفضاء السبراني، وفيه تم مناقشة المقومات السبرانية الروسية وما تمتلكه روسيا من بنية تحتية سبرانية، وكيف تطورت السبرانية الروسية ومدى اهتمامها الكبير في هذا المجال، وكذلك تم استعراض مؤسساتها السبرانية التي أنشأتها كالجيش الإلكتروني الروسي والمؤسسات التابعة له، وذكر بالأرقام أعداد مستخدمي الإنترنت في روسيا وأجهزة الكمبيوتر التي تمتلكها وسعيها الحثيث أيضا لامتلاك مزود خدمة إنترنت منفصل عن العالم. وكذلك تم التطرق للاستراتيجية السبرانية الروسية وكيف أدخلت روسيا الفضاء السبراني ضمن عقيدتها العسكرية وتوظيفها للقوة السبرانية إلى جانب قوتها العسكرية، واستعرضت أبرز الهجمات السبرانية التي شنتها روسيا على خصومها كالهجمات ضد أوكرانيا وجورجيا وأستونيا والولايات المتحدة الأمريكية وتأثير تلك الهجمات. في المقابل تم استعراض دور العامل السبراني في تحولات القوة المادية الإيرانية، وبذات الطريقة التي عالج فيها الباحث الدور الروسي تمت قوتها المادية ما قبل استخدامها للفضاء السبراني من حيث جوانب القوة المادية الإيرانية بمقومها الجيوستراتيجي وقوتها الاقتصادية أيضا والعسكرية والدبلوماسية، معززا ذلك بالإحصائيات أيضا والأرقام. وكذلك تم مناقشة القوة الإيرانية ما بعد استخدام الفضاء السبراني، وبذات الطريقة أيضا التي تمت فيها معالجة القوة السبرانية الروسية، حيث تم استعراض المقومات السبرانية الإيرانية وما تمتلكه إيران من بنية تحتية سبرانية وما أنشأته من مؤسسات سبرانية وجيوش وميليشيات إلكترونية، وكذلك الاستراتيجية السبرانية الإيرانية وعقيدة إيران السبرانية التي تقوم على حماية أمنها القومي. وتم التطرق لأبرز الهجمات السبرانية التي شنتها إيران ضد خصومها كالهجمات ضد ألبانيا وإسرائيل وأمريكا والمملكة العربية السعودية وتأثير تلك الهجمات. طبعا من خلال هذا الفصل أيضا تبين لنا أن الفضاء السبراني قد احتل موقعا مهما في هيكلية الدولة ومؤسساتها في كل من روسيا وإيران، حيث شكلت الدولتان مراكز قيادية خاصة بالمعلومات ومؤسسات مستقلة لقيادة العمليات السبرانية، ولم يعد يقتصر الإنفاق الحكومي على القوة المادية فحسب، فأصبح على الفضاء السبراني حصة كبيرة من عمليات إنفاق الدولتين. كذلك خصصتا ميزانيات ضخمة لدعم وتعزيز وتطوير القدرة السبرانية في كلا البلدين. كذلك حولت كل من روسيا وإيران القوة السبرانية نفسها إلى قوة صلبة من خلال استخدام هذه القوة في شن عمليات استباقية هجومية سبرانية ضد أهداف وبنى تحتية اقتصادية وعسكرية معادية لكلا البلدين. في حين ركز الفصل الثالث والمعنون بأثر الفضاء السبراني على قوة الدولة في حالتي روسيا وإيران على دور الفضاء السبراني في زيادة القوة الروسية الإيرانية، وكيف استغلت الدولتان القوة السبرانية في صالح تعزيز أمنهما القومي وتدعيم قوتهما السياسية والاقتصادية والعسكرية، وكيف وظفت الدولتان القوة السبرانية كعامل مساعد في القدرات القتالية إلى جانب قوتهما التقليدية.
وأيضا كيف اهتمت الدولتان بالبنية التحتية السيبرانية وخصصتا لها ميزانيات كبيرة وأنشأتا الجيوش الإلكترونية وشبكات التجسس والمراكز البحثية بغرض توظيف قدرتهما السيبرانية في تحقيق مصالحهما القومية، وكيف دمجت الدولتان القوة السيبرانية في منظومة القوة العسكرية. كذلك قام الباحث بتطبيق نظرية تحول القوة لأورجانيكسي على القوتين الروسية والإيرانية. طبعا هذه النظرية تفسر التنافس الدولي على زعامة العالم والقوة التي تسعى لتعظيم قدراتها العسكرية والاقتصادية بهدف التغيير. وبحسب هذه النظرية تم الوصول إلى نتيجة مفادها أنه كلما قل رضا الدولة بمكانتها على الساحة الدولية فإنها ستسعى لتطوير واستخدام القوة السيبرانية، وينطبق هذا الأمر على روسيا وإيران. فالدولتان تشعران بعدم الرضا عن قواعد النظام الدولي وتسعيان جاهدتان لتغيير هذا النظام، وتعملان أيضا على تطوير وتحديث قوتهما السيبرانية وتنفذان هجماتهما السيبرانية بهدف التأثير والتخريب، تأكيدا منهما عن عدم رضاهما عن النظام الدولي القائم. وفي الختام تم مناقشة دور الفضاء السيبراني في مستقبل العلاقات الدولية كنظرة استشرافية عن دور هذا الفضاء وأهميته في مستقبل البشرية التي باتت في تسارع معلوماتي هائل قائم على نظم الذكاء الاصطناعي والبيانات العملاقة والتطور التكنولوجي الهائل، حيث بات الفضاء السيبراني جزءا أساسيا من حياة البشر وأيضا من العلاقات بين الدول. فمن الوارد جدا أن نشاهد في المستقبل حروبا إلكترونية مدمرة وعلاقات دولية سيبرانية وسفراء سيبرانيين ومراسم استقبال سيبراني وغيره. من خلال مناقشة هذا الفصل تبين لنا ما يلي. أضافت كل من روسيا وإيران القوة السيبرانية كعامل مساعد لقوة الدولتين من خلال تطوير سياسات للدفاع والأمن السيبراني وتزايد الاستثمار في هذا المجال وإنشائهما لجيوش إلكترونية وهيئات وطنية للدفاع والأمن السيبراني، وتبني الدولتين لعقيدة أمنية سيبرانية ودمجها أيضا في استراتيجية الدولتين العسكرية والاقتصادية. استخدمت كل من روسيا وإيران القوة السيبرانية بشكل واضح في عملياتهما الانتقامية، واستطاعت الدولتان إلحاق الضرر بدول أخرى دون الدخول معها في اشتباك مباشر. ووظفت الدولتان القوة السيبرانية في عمليات الانتقام دون اللجوء للخيار العسكري أحيانا، وفي عمليات استباقية ما قبل الدخول في الحرب أحيانا أخرى. تجدر الإشارة هنا أن المعالجة العلمية لهذا البحث قد استخدم التحليل النسقي القائم على دراسة التفاعل بين أجزاء هذه الظاهرة المتمثلة في دراسة التفاعل بين قوة الدولة المادية وتأثير استخدام الفضاء السيبراني، وكيف تفاعلت هاتان القوتان وأثرتا على محصلة قوة الدولة. وكذلك تم اعتماد 197 مرجعا في هذا البحث ما بين كتب ودراسات علمية عربية وأجنبية. وبناء على الفرضية الرئيسية لهذا البحث والتي تقول بأن هناك علاقة طردية بين الفضاء السيبراني وازدياد قوة الدولة في حالتي روسيا وإيران، فمن خلال هذا البحث بمجمله تبين لنا أن الفرضية مثبتة ولكن جزئيا، حيث أن القوة السيبرانية رغم أنها أضافت زيادة التأثير إلى جانب القوة المادية الروسية والإيرانية، وقد بدا ذلك واضحا من خلال الفاعلية في شن الهجمات ضد الخصوم، إلا أن هذه الزيادة نسبية، حيث أنه لم يضاعف من قوة الدولتين، فلم يجعل استخدام إيران للفضاء السيبراني منها الأقوى إقليميا. وكذلك لم يكن الفضاء السيبراني العامل الرئيسي في حسم الحروب والصراعات التي دخلتها روسيا في السنوات القليلة الماضية، إنما كان الفضاء السيبراني عاملا مساعدا إلى جانب قوة الدولتين، حيث استطاعت إيران كقوة إقليمية غير عالمية أن تشن هجمات سيبرانية على قوى عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية ودول إقليمية تفوقها قوة كإسرائيل. في المقابل وظفت روسيا القوة السيبرانية في شل وتجدر الإشارة أيضا إلى أن روسيا تخطط لزيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي في العام المقبل في العام 2024 بحسب تقارير صحفية كشفت عنها قبل عدة أيام مصادر معتمدة بينها وكالة بولنبرغ مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
وتتوقع الميزانية الجديدة أن يبلغ الإنفاق الدفاعي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى معدل إنفاق في تاريخ روسيا، حيث من المتوقع أن تقر هذه الميزانية المقترحة في الأيام القليلة القادمة، والتي تبلغ قرابة 112 مليار دولار مخصصة للإنفاق الدفاعي فقط، وسيخصص قسم منها لدعم وتطوير القدرات السيبرانية، ما يعني أن تفاعلات روسيا السيبرانية ستزداد بشكل كبير في السنوات القليلة القادمة. وقبل الختام أشكر لحضراتكم حسن الاستماع والإنصات لهذه الكلمة، وأعتذر إن كنت قد أطلت، فما يليق بالطالب أن يطيل في حضرة أساتذته، بل ينبغي عليه أن يستمع وينصت حتى يتعلم وينهل من بحر علمهم الزاخر، ويستمع إلى تقييمهم لجهده البشري الذي يحتمل الخطأ والصواب، فما كان عندي من صواب فهو بتوفيق من الله، وما يكون من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.